صبحكم الله بالخير جميعا. يضرب هذا المثل في عدة مناسبات، ويضرب للشخص الملزوم بأداء عمل معين دون إرادته، شيء غصبا عنه. يعني مثلا شخص قدم على وظيفة في تخصص معين، فصاحب العمل شنو يوديه مكتب ثاني مو في تخصصه، فيقول هذا المثل: إن طاعك الزمان ولا طيعه. أو مثلا يفرض عليك زواج، واحد امه وابوه قال له خذ بنت عمك او خذ بنت خالته، زين وهو ما يبي، بس عشان ما يغضب ابوه وامه والدينه يعني، فيقول ان طاعك الزمان ولا طيعه. وحتى واحده يعني ما يفرضون عليها زواج ولد الناخذه، ولد الطواش، ابن جيرانها، ولد عمها، هي ما تبي، بس هي ما تبي تغضب والدينها فتوافق يعني. فهي تقول بحرارة وتحسف، يقول إن طاعك الزمان ولا طيعه. فيضرب لي الشخص الملزوم بأداء عمل معين من دون إرادته، يعني غصبا عنه. يعطيكم الصحة والعافية.